السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة. كل سنة وحضراتكم طيبين، استكمالا لحلويات المذبح أو حاجات العيد. خلاص عيد الأضحى على الأبواب. النهاردة تاني حاجة من حاجات العيد وهي الممبار. مشكلة المشكلات لناس كتير في طريقة التنظيف، وكمان ازاي نقلبه بطريقة سهلة وبسيطة جدا. تابعوا الفيديو معايا للآخر. ادي الممبار بتاعي لسه جاي حالا من عند الجزار زي ما هو. زي ما حضراتكم شايفين، اول خطوه بعملها ان انا بقلب الممبار. بمسك بصباعيني كده وبتني تانية بسيطه وبعدين تحت الحنفيه. دي اسهل طريقه يا جماعه لقلب الممبار. بصوا بمنتهى السهوله بيتقلب معاكي. ببتدي كده، يا رب ايدي تكون مبينه اهو، وبقلب في ثانيه بيكون اتقلب معاكي، وادخل فيه كده الميه واقلبه اهو. بس اول حته تتني، بعد كده هتلاقي كله بالتاني معاكي. اديني بحاول ابينلك على قد ما اقدر علشان تشوفي الطريقه السهله البسيطه. مهما كانت كميه الممبار اللي عندك هتقلبيها في ثواني بالطريقه دي. بصوا ما شاء الله، الحنفيه في ثانيه بتكون قلباه على الناحيه التانية. ليه بنقلبه؟ لان الجزء اللي جوه ده هو الجزء الاكتر اللي عايز تنظيف اكتر. بيبقى فيه ماده لزجه كده لازم تتنضف كويس جدا عشان الممبار بتاعك يبقى ريحته حلوه لما تيجي تاكليه، ويبقى كمان نظيف وزي الفل وصحي. بقلب مع حضراتكم واحده كمان اهو. شايفين قلبت اول جزء بصباعيني كده، وبعدين تحت الحنفيه شغاله معاكي وفاتحه بصباعي صباعين الاتنين، وبزق بالصباع التاني بالايد التانيه الجزء المتبقي، وقطعت كده عشان ميبقاش طويل قوي. شايفين بصوا عامل ازاي؟ ده جزء لقيته ماسك فيه جزء تاني متقطعش، رحت قطعها برضو، ده اللي اتقلب. شايفين السهوله يا جماعه؟ بيتقلب بمنتهى السهوله، ما بياخدش وقت خالص. في ناس بتستصعب الحته دي، في ناس كمان بتحب تقلبه على معلقه خشب او مسن. انا بصراحه شايفه ان الطريقه دي الاسهل بالنسبه لي، ما بتاخدش وقت خالص، وكمان الميه بتساعد في التنظيف. شايفين عامل ازاي؟ الجزء ده كان فيه حته فيها قطعه كده فاتقلب تاني، لان كان فيه حته مقطوعه، رحت قطعاها وسايباها كده. خلاص اخلص كل الكميه بقى بالطريقه دي. خلاص هنا قلبت كل الممبار زي ما حضراتكم شايفين اهو. طبعا هو لسه كده متنضفش ولا عملنا فيه اي شغل. شايفين الماده لازجه؟ في عندنا بقى طرق كتيره جدا لتنظيف الماده اللزجه دي. السكينه، جلده الانبوبه زي ما حضراتكم شايفين، وهوريكم حاجات تانية كتير واختاروا منها الانسب ليكم والاسهل ليكم. بجيب جلده الانبوبه وادخل فيها الحرف بتاع الممبار. معلش بيبقى مزفلت كده شويه في الاول، بس هيدخل معاكم. ثبتوا ايديكم على قد ما تقدروا. بصوا يا جماعه، الطرف هنا وجلده الانبوبه اهي، اتحكموا بقى على قد ما تقدروا وامسكوا كده وديت، ونبتدي نشد بالايد التانية. شدي على قد ما تقدري بالراحه طبعا من غير ما تقطعيه يعني، بس شدي كده في النص. بصوا بحاول اوريكم اهو، ده الجزء اهو اللي انا ماسكاه في ايدي بيمشي معاكم ازاي سهل خالص، ما فيهوش حاجه تماما. واوريكم الماده اللي طلعت. بصوا عامله ازاي؟ شايفين جلده الانبوبه طلعت ماده قد ايه مش نظيفه ولازجه، لازم تتشال. شايفين يا جماعه؟ جلده الانبوبه موجوده في كل بيت، حاجه سهله وبسيطه جدا. هعمل مع حضراتكم واحده تاني بقى بالسكينه. في ناس بتحب تعمل بظهر السكينه، وفي ناس بتعمل بالحته الحاميه. براحتك، الحاجه اللي تريحك اشتغلي بيها. بصوا انا هوريكم اهو، بيبتدي يزفلك كده شويه. معلش الماده دي بتبقى غلسه شويه، بس بعد شويه ايدك بتمشي والدنيا بتبقى تمام. اهي انا بنضفها من ايدي على قد ما اقدر وبوريكم تاني. شايفين الفرق بين اللي اتنضفت وبين اللي ما اتنضفتش؟ فرق كبير اهي. بصوا يا جماعه، شايفين برضو الماده اللي طلعت على السكينه قد ايه؟ كتير. تخيلوا لو سبتوه كده وما قلبناهوش وغسلناه على الشكل ده، هيبقى طعمه زفر جدا ومش نظيف تماما. في برضو طريقه ثالثه وهي ليفه المواعين. بصوا زي ما حضراتكم شايفين، وحبيت افتحها قدامكم بالورقه لان ما ينفعش نستخدم اللي احنا بنغسل بيها المواعين، طبعا تبقى شاربه صابون قد كده، ما ينفعش. بصوا اجيب لكم واحده برضو اوريكم ازاي بليفه المواعين هنطلع برضو منها. تمام اهي. وابتدي اتني الليفه كده على وحده الممبار واشد. بصوا جزء هنا في ايدي كده زفلت شويه واشد، وهكذا. بصوا اتنيه على ايدي عشان يبقى اسهل ليا. اتنيه على ايدي بالشكل ده. يا على اللي طلع. بصوا بس هو مش باين قوي لحضراتكم لان الليفه ملونه، وانتوا معايا هنا كنتوا هتشوفوا برضو طلع نفس اللي طلع من الجلده بتاعت الانبوبه والسكينه، بس الاكتر بصراحه اللي طلع من جلده الانبوبه. يعني جلده الانبوبه نضفت اكتر. ادي الطريقه الثالثه للتنظيف الممبار. طريقه رابعه
وده القمع بتاع كيس الحلواني، طبعا كلنا عندنا ومتوفر في كل بيت. بص بدخل اول حرف كده واتني واشد. شايفين؟ بص كمية الحاجات اللي طلعت جوه. يا رب الكاميرا تكون موضحة، افضهولكوا عشان تشوفوا. بصوا برضو نظف معايا جدا. يعني انا بقول لحضراتكم جميع الطرق اللي تسهل عليكم جدا التنظيف بسهولة. وهنا كمان غطا الازازة عملت فيه ثقب كده بسيط، سخنت مفك عندي على النار ورحت عامله فتحه كده في نص غطا الازازه، وابتديت احط جزء من الممبار واشده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده اهو. بصوا، وابتدي الف الحته بتاعه الممبار اللي طلعت دي، بس مزفلطه طبعا وايدي كلها حاجات من الممبار اهي. بصوا يا جماعه، اول بس جزء بيغلب، بعد كده اهي اتحكمتي وشديتي، شدي على قد ما تقدري. هوريكم دلوقتي كارثه نازله من الممبار من غطا الازازه. بصوا بصوا الكميه اللي طلعت قد ايه، كميه كتيره. غطا الازازه كمان برضو نضف معايا كويس قوي. يبقى هو وجلده الانبوبه اكتر اتنين بصراحه ارتحت بطريقتهم في تنظيف الممبار. انا كده وريت لحضراتكم كل الطرق، هوريها لكم تاني. ادي القمع بتاع الحلواني، غطا الازازه، والسكينه، وجلده الانبوبه، وكمان الليفه. الطريقه اللي تريح حضراتكم اشتغلوا بيها على طول. نضفت بقى كميه الممبار اللي عندي بالطرق اللي قلت لحضراتكم عليها، واختاروا اللي يناسبكم. ودي كميه الحاجات اللي طلعت من الممبار، ما رضيتش ارميها عشان اوريها لكم، بالذات المبتدئين. بصوا يا جماعه، الماده دي لازم تتنضف، الماده دي لازم تطلع من الممبار بالشكل ده. طبعا هتخلص منها فورا واكون اشتغل في الممبار على طول. ادي مصفى عندي، جبت الممبار بتاعي واحطه في مصفى عشان اديله شطفه حلوه، وانزل اي شوائب او اي ماده لزجه لسه موجوده ما نزلتش. طبعا احنا لسه هنغسله مره واتنين وتلاته مع بعض. لازم نطول بالنا جدا في تنظيف الممبار، لانه من الحاجات اللي بتحتفظ بريحه مش لطيفه، فلازم نبقى متاكدين انه نضيفه زي الفل. شايفين بغسل ازاي؟ شطفه كده سريعه. عامله بقى الطبق بتاعي ميه وادلق على الممبار عشان اتاكد بس ان انا المصفى بتاعتي اتملت كده من الميه، والميه اتغير شكلها واتغير لونها. جبت طبق حطيت فيه شويه من الملح وشويه حلوين كده كمان من الدقيق. انزل فيه بقى الممبار بتاعي وابتدي ادعك الممبار حلو بالدقيق والملح، دعكه محترمه علشان لو في اي بقايا من الماده اللزجه اللي بقول لحضراتكم عليها تطلع على طول مع الدقيق والملح، وده اللي احنا عايزينه. اشطف بس ايدي من الدقيق والملح. تمام. وابتدي بقى ادي دعكه محترمه زي ما بقول لحضراتكم للممبار بتاعي. شايفين عامل ازاي؟ هي اهم خطوه خطوه القلب، وان احنا نضفنا الماده في الاول. بعد كده ان شاء الله المواضيع سهله وبسيطه جدا، موضوع بس محتاج طولة بال شويه. ادعك بقى حلو كده واسيبه 10 دقايق ربع ساعه في الدقيق والملح. بس اكون حطيت شويه من الخل حلوين عشان يطهروا كده، كمان يضيع اي ريحه مش مرغوب فيها. قلب حلو كده. كمان الخل بيخليه زي القشطه، بيخليه ابيض فل. خلاص عدى ربع ساعه عليه. ببتدي بقى اجيب الممبار بتاعي، بص بوريكم اهو، وابتدي احطه برده في المصفى. وانا بفضل في الممبار الشغل بالمصفى مش في الطبق. في الطبق بيتملي ميه والممبار بيزفلط ويقع منك في الحوض، فبالمصفى افضل بكتير، بتغيرك الميه اسرع وبتتخلصي من الميه اللي مش نظيفه بطريقه سهله. اقلب كده الممبار بتاعي واتاكد كده. بصوا بايدي هوريكم، بس مفيش حاجه خالص في ايدي، مفيش اي ماده لازجه خالص. هنا المرحله الثانيه للقلب الممبار، هقلبه مره كمان. يبقى احنا غسلنا الممبار من جوه، هنقلبه عشان نغسله كمان من بره كويس. بنفس الطريقه بقلب اول جزء وتحت الحنفيه بوريكم اهو. بحاول على قد ما اقدر اشيل دراعي عشان حضراتكم تشوفوا اهي. اعمل لكم واحده تاني. بتقلبي بعيد عن الميه خالص، وبصباعينك كده بتزقي وتعملي جزء مقلوب، وبعدين تحت الحنفيه. واضح خالص يا جماعه؟ بصوا، وبزق بالايد التانية قدر المستطاع على قد ما اقدر، احاول ابين لكم. بصوا عامله ازاي اتقلبت في ثانيه واحده. ايوه، وابتدى يبقى فل اهو من اول شطفه. برضو هقلب لكم واحده تاني. تمام. بصوا يا جماعه، مهما كان هو طويل ولسه مقطعتوش، في ثانيه بتكوني قلباه بالطريقه دي.
حلو. اكمل بقى كل الكميه وارجع لكم. خلصت كل الكميه وقلبتها على الجزء اللي بره اللي هو الجزء اللي فيه الدهون. على فكره ممكن تقصوا الدهون شويه لو انتم مش حابينها كتير، رغم ان الدهون دي بتديله طعم حلو قوي. خلاص بقى اجيبه في الطبق بعد ما شطفته كويس جدا، وابتدي كمان احط له كمان مره تانية واغسله كويس جدا زي ما غسلت في المرحله الاولى. هغسل في المرحله التانية بدقيق وملح وشويه خل. خلينا متفقين دقيق وملح وخل. وادعك تاني واتاكد كده كويس ان الطبق كمان اللي بره بقت زي الفل زي الطبق اللي جوه. هسيبه برده 10 دقايق وارجع لكم. على المصفى على طول الميه الجاريه وابتدي اشطفه. انزل بقى كل الكلام ده. خلاص مش عايزه بقى لا عليه دقيق ولا ملح، اتخلص منه لانه واخد كل الزفاره بتاعه الممبار. الممبار ما يتاكلش غير كده يا جماعه وهو قشطه. بصوا بعمل ايه، بفتح الحنفيه عليه، بفتح بصباعيني كده تحت الحنفيه وابتدي هنا هملى بقى ميه عليه عشان اللي اطلعه ينزل في الميه النظيفه على طول. تاني هوريكم واحده كمان، بفتح بصباعيني وافتح الميه تضرب فيه من جوه كده من فوق لتحته، رغم ان احنا غاسلينه وشايفين ملح ودقيق وخل، بس باكد تاني على نظافته. مهمه قوي يا جماعه لغايه ما تلاقي الميه بتاعتك دي قشطه بيضه خالص ما فيهاش اي شوائب. وانا بوريكم ان الميه ابتدت تنضف خالص معايا اهو. شايفين ده الجزء بقى اللي هو كان فيه الدهون. هقلبها للمره الثالثه والاخيره يا جماعه، ولازم تخلوا الدهون من جوه لو انتوا حابين. ليه؟ لان زي ما قلت لكم يديله تيست وطعم حلو قوي بقى مع الخلطه والشغل. هتحسي ان انت بتاكلي حاجه ريتش جدا وغنيه وطعمها حلو، عكس ما يكون مجرد من الدهون بتاعته. هقلبه كله. خلاص قلبته، ده الجزء الاخير. خلاص الممبار بتاعي كده جاهز وزي الفل. يا دوب هشطفه بس شطفه كمان، وهملى بقى ميه عشان اعمل له محلول النقع، ودي اخر مرحله خلاص في الممبار بتاعي. بحط شويه من الملح وهحط كمان عصير ليمونه كامله واسيبه منقوع ل10 دقايق بعدين، او ليمونتين كمان، ده انا حطيت ليمونتين. وبعدين يا جماعه هشطفه شطفه واحده واقطعه على الفريزر. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجب حضراتكم ونال رضاكم. لو عجبكم ما تستخسروش اضغطوا لايك واعملوا شير وسبسكرايب. كنت معاكم مها جوهر، شكرا ليكم والسلام عليكم.